ما ينفعش تكون بتتعلم انجليزي ومش عارف السبع كلمات اللي هقولهم لك دول. ما ينفعش. اي حد بيتعلم انجليزي وبيتكلم انجليزي وفي بداياته في الانجليش لازم أن يكون عارف دول ويمارسهم في اول يوم. اول كلمة خدناها كتير اللي هي اي معناها انا. اي معناها ايه؟ انا. قول ورايا اي. شاور على نفسك وانت بتقول اي. انا. تاني كلمة يو يعني انت اهي. يو انت. يو. طب عايز اقول انا وانت I and you. احفظ لي كلمة and، خليها على جنب كده عندك. and معناها و حاجة وحاجة يعني. I أنا، you أنت. I and you. طب عايز أقول هو ده هو على ولد واحد. هو هقول هقول إيه؟ he يبقى I you he. طب عايز أقول هي اللي عملت كده، هي البنت دي، هي تبقى إيه؟ she يبقى I you he she. طب بقى لو بتشاور على اي حاجة بس ماهيش ولد وماهيش بنت، حاجة غير عاقل واحدة بس، هتقول ات دي انه، على القلم، على السبورة، على الدوج، على اي حاجة مفرد غير عاقل تقول انه او انها. طيب وي يعني احنا كلنا. وي يعني ايه؟ احنا كلنا، انا وانت، احنا كلنا كده ايه؟ وي. ها قول معايا وي. اخر كلمة بقى ومهمة قوي، they. طلع لسانك في التي اتش. they يعني هم بقى الاتنين دول، هم هؤلاء او هم they. نقولهم تاني بسرعة. I you he she it we they. السبع ضمائر دول لازم تعرفوا كويس جدا وتبتدي تستخدمهم. قول لي ده هو اللي قال كذا، هو هي ده هي شي. احنا كلنا وي. كلمة and معناها وي، حاجة وحاجة يعني. اوكي، ذاكروهم كويس جدا. يلا I'll see you in the next video. Bye.